هذه القناة 18 كل ده الشرطة وصل 17 والزمالك داخل ب 16 نقطة هذا اللقاء. شايفين حضراتكم يعني الفوارق، 3 نقاط النهارده تفرق كتير جدا في مسيرة ومشوار الفريقين. لسه الوقت مبكر وفي لقاءات كثيرة جدا بيتسع. كمش النتيجة النهائية، لسه الوقت مبكر للحكم النهائي على نتيجة هذا اللقاء. حازم إمام الجهة اليمنى في الشوط الثاني عندها أفضلية وتحركات أفضل. ده لما بيتحرك حازم إمام، وده العرضية وهدف التعادل. لسه الكلام ما خلص. يوسف أوباما نازل أخذ ثقة الكابتن أحمد حسام ميدو وكان عند حسن الظن، نزل مع عرضية حازم إمام، دخل على طول برأسية هز بيها شباك الحضري ورجع التعادل من جديد. 2-2. يوسف إبراهيم أو يوسف أوباما نتابعه في الإعادة إفادة مع محمد نصر الدين وزملاء الوحدة 21. اتلعبت الكورة على طول، حلوة التمريرة، حلوة العرضية من حازم إمام، حلو التحرك والرأسية من أوباما بعد ما مرت من أحمد علي، لقت رأس يوسف أوباما، سجل على طول منها الهدف الثاني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الثاني. خرج دومينيك ونزل مصطفى فتحي، التبديل الثالث والأخير لفريق الزمالك. مصطفى فتحي على حساب دومينيك. ادي مصطفى فتحي طولت، اخذها عبد الله بيكا، يعني نزل بيكا عشان يوقف حازم امام لكنه ما قدرش. حازم في الشوط الثاني واخد تعليمات، داخل بيكمل بيروح، عمل اكثر من الخطوره، ودي ميزه كبيره جدا لدى هذا اللاعب. الطرفين او الجنبين سواء عبد الشافي من ناحيه 2-2 تعادل من جديد. كرة تتلعب طويلة قدام، الأغا لوحده، فتح الله قاطع، يلعب لعبد الشافي. شوط ثاني أفضل كثيرا من الشوط الأول. ياسر إبراهيم طويلة قدام، استلام من أحمد علي، يبحث عن وجود في اللقاء، يبحث عن هدف. اتقطعت الكرة، الأغا تتمرر على طول لعبد الله بيكا، يلعبها لمحمد عبد الواحد بهدوء وثقة، يستلم ويلف، لكن ما فيش حد من زمايله مكمل معاه، يقطع حازم إمام. نور السيد، نور توفيق، ادي دومينيك بعد خروجه. فتح الله، محمد عبد الشافي، نور السيد، مؤمن زكريا. نور السيد تحركات وضغط واستحواذ لفريق الزمالك، حتى لما تأخر بالهدف استطاع أنه يرجع ويتعادل من جديد. الآن يبحث عن التقدم، عن ال3 نقاط اللي كنا لسه بنتكلم عليهم، وقلنا الوقت مبكر للحكم النهائي على النتيجة. ادي كرة عرضية بعرض الملعب عند عبد الشافي، معاه مهاب سعيد، مهاب أكوتي منسى، أكوتي تدخل مع أكوتي ودافع وصفارة وركلة حرة. دخل مع أحمد توفيق وبطاقة صفراء بياخد حازم إمام، لأن أحمد توفيق عنده بطاقة صفراء. اللي داخل معاه حازم توفيق عنده بطاقة صفراء، لو كان أخذها كان هيطرد، لكن اللي خد البطاقة الصفراء. اتلعبت الكرة على طول أمامية من جديد. أدي أوباما اتشد، تحت الفرصة، انفراد مصطفى فتحي. مصطفى فتحي، لا ميدو بيدفع بتبديلات عشان تجيب أهداف، دفع بأوباما جاب له الهدف. مصطفى فتحي ما كملش 3-4 دقايق وسجل الهدف الثاني. لكن ايه الهدوء اللي بيلعب بيه ده؟ استلم، وقف، وعصام الحضري قعد يحرك رجله كده عشان يوقع وينام عصام الحضري، ولعبها في سقف المرمى عاليه بعيد تماما عن متناول عصام الحضري عشان يتقدم الزمالك من جديد. مصطفى فتحي في الدقيقه 38 من زمن الشوط الثاني يضيف الهدف الثالث للزمالك ويجعله في المقدمه من جديد. ادي الكره الثانيه، ادي الاستلام، ادي واحده، لا قعد عصام الحضري على الارض، وفي الثانيه لعبها فين؟ فوق عاليه تماما في سقف المرمى عشان يسجل هدف التقدم. يا ولد مصطفى فتحي اللاعب الناشئ لكنه كبير بعطائه بهذا الاداء بهذا الهدوء في مباراه مهمه زي دي. تبديل ثالث لفريق وادي دجله.